رأيت رسول الله في المنام. الله. انا عارفه ان حضرتك ما بتفسريش احلام، بس يعني انا بصراحه مش هرتاح غير لما اقول لك اللي انا شفته، قولي. لان انا مش عارفه بصراحه هو ده امر ولا ايه. بس قولي بس، طالما شفتيه يبقى شفتيه، سلمي لنا عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا كنت يعني في الحقيقه انا صحيت صليت الفجر، اتوضيت صلاه الفجر ونمت تاني. تمام. فصحيت بعد يعني في الحلم بقى، صحيت حلمت ان انا صحيت ومش عارفه نفسي ان انا صليت الفجر ولا لا. اه. فجأة لقيت رسول الله بيقول لي لا انت صليتي الفجر. طب الحمد لله. طب ده جميل. وقال لي انا عايز منك طلب. ها. عايزك تعملي وليمه تجهزيها لنا بسرعه انا والصحابه. النبي عليه السلام اللي قالك كده؟ اه. ها. فانا قعدت اجهز، ويعني عملت صنف شوربه وصنف حلو، وكنت بناول الرسول وكان بياخد من ايدي ويوزع على الصحابه بتوعه. بس انا حلمت الحلم ده من سنتين وحاسه ان انا مقصره جدا، مش عارفه ما حكيتش لحد يعني غير لوالدتي، ومش عارفه يعني انا كده بقصرت، يعني مش عارفه ايه الحلم يعني بصراحه. طيب اسمعيني يا أمة الله، اسمعيني. أولا ربنا يبارك فيك. من رآني فقد رآني، النبي عليه فإن الشيطان لا يتمثل بده، النبي عليه الصلاة والسلام. وعملتي في الحلم الوليمة وعملتي وطلعتي، إن شاء الله ربنا يرزقك بالمال وتتصدقي. أنا ما أعرفش، بس ممكن أبقى أسألك على التفسير، بس هي حاجة حلوة يعني فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فنفرح. عايزاكي كده بس تعملي بنص المكالمه الاولانيه انا قلتها لك، الوصيه الاولانيه بتاعت التوبه، واكثري من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلمي لي عليه لما تشوفيه يعني وقت